كل يوم والتاني بنصحى على بند جديد في عقد الظاهرة زياد كمال. ايه الجديد المرة دي بقى؟ الزمالك وبطلب من جروس لعدم قناعته باللاعب عايز يفسخ التعاقد مع زياد كمال، ولكن هنا يكمن البند الجديد، ان الوحيد المتحكم في مصير زياد كمال وهو في الزمالك انبي. يعني انا كزمالك لو حابب اقطع اعاره اللاعب لازم اخبط الاول على استاذ ايمن الشريعي. السلام عليكم استاذ ايمن، احنا عايزين نفسخ التعاقد مع زياد كمال. يقول لك لا والله، كان في منه وخلص، تعمل عليه شوربه. تقول له طب يا استاذ ايمن نتفاهم، يقول لك لا والله مفيش الكلام ده. طب يا استاذ ايمن ناخد وندي في الكلام، يقول لك وقفوا امن. طب احنا مش عايزين اللاعب، يقول لك خليه يلم كور، اي حاجه، لكن ترجعه لا. او تجيب اللاعب وتجيب عقد اللاعب بالكامل اللي هو 30 مليون وشويه بقى البنود بتاع ال 5 مليون لما يكح، و5 مليون لما يعطس، و5 مليون لما يستحمى، الكلام ده كل ده عشان ترجع الظاهره زياد كمال لانبي، مش عشان يلعب، لا عشان ترجعه اصلا. يعني انا شايف ان ده اذكى عقد اتعمل في تاريخ الكوره من رئيس نادي. شابوه ايمن الشريعي. وشايف ان اللي قاعد على كرسي التعاقدات عشان يتعاقد مع زياد كمال ما كانش المفروض يقعد على كرسي التعاقدات خالص، المفروض كان يقعد على ده.